شو انتوا عارفين ان انا جاي اعمل شعري؟ دي مالها بقى بالموضوع؟ لمت شنطتها وسابت البيت والعيال ومشيت وعايزة تعيش لوحدها، وحمدي حلق زيرو ومعاها في كل خطوة وشالت اللغد من وشها وشكلها اتغير 180 درجة. مفاجأة جديدة في شكل حمدي، حوارات ووفاء بعد التجميل. يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل سافروا شغل ولا تجميل؟ وازاي شكل وفاء اتغير؟ وليه حمدي حلق زيرو؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. حلق زيرو ولافف راسه بشاش أبيض وتعبان وساب البيت، وهو وفاء مراته سافروا وعملوا لوك جديد. شكلهم اتغير حرفيا لدرجة لو شفتهم مش هتعرفهم. كلامنا هنا عن سبب سفر وفاء، حوارات وحمدي، وازاي سابوا عيالهم في الغربة لوحدهم، ومفاجأة عن اللوك الجديد ليهم هما الاتنين. ظهر اليوتيوبر حمدي حوارات ووفاء وهم بيحيروا المتابعين بسفرهم، والكل توقع وقتها انه سافر أوروبا علشان شغل العقارات اللي قال عليه قبل كده، وفضل ينزل فيديوهات يحير بيها المتابعين لحد ما ظهروا هما الاتنين سوا وعايشين أجواء رومانسية وبيتفسحوا لوحدهم، وسابوا العيال في الشقة في تركيا في الغربة مع الناني بتاعتهم، وسافروا يقضوا شهر عسل من أول وجديد، لحد ما الكل اتفاجئ باللوك الجديد اللي عملوه. ظهر حمدي حوارات وهو في رحلة هو ومراته، والكل توقع إنه مسافر شغل، لكن خلفه كل التوقعات. ظهر حمدي في فيديو هو حالق شعره زيرو وما كانش قادر يتكلم ولا يتحرك، وقال إنه قعد بالساعات وهو بيعمل عملية، والكل كان عايز يطمن عليه، خاصة وإنه من وقت سفره حب يكون بعيد عن السوشيال ميديا، لحد ما طلع حمدي بلوك جديد غير ملامحه 180 درجة، ومحدش عرفه باللي عمله في شكله ووشه. وحمدي عمل تجميل في شعره وعمل زراعة في أكبر مركز تجميل في تركيا. وفاء انبهرت باللوك الجديد وقررت تقلده هي كمان، وقعد على كرسي التجميل وصممت تشيل اللغد علشان وشها يبقى لايق عليها وهي بتخس في نفس الوقت. وفاء نفسها تبقى موديل إعلانات، وعلشان كده بتقلد موديل بتوع تركيا، وأخدت عهد على نفسها إنها تتغير. وفعلا أول تغيير في حياتها لما قلعت الحجاب وظهرت بشعرها وبقت مهتمة بنفسها، و24 ساعة في البيوتي سنتر، وغيرت ستايل لبسها وأكلها وحياتها كلها، لدرجة إنها نقلت وعاشت في كومباوند في تركيا علشان تبقى عايشة جنب المشاهير، لابسة نفس لبسهم وحاطة نفس الميك اب، وما بقتش تجيب إلا براندات في كل حاجة. وفاء حوارات بعد ما خست النص وعملت نحت وتجميل في جسمها، صممت تغير في شكلها وتشيل اللغد علشان يبقى وشها أرفع وتبقى لايقة مع شكلها وهي خاسة، وتبقى شبه الممثلين هناك اللي كل حاجة فيهم رفيعة. وفاء بدأت تتشهر هناك وعملت إعلان لصابون وشامبو، وده غير اللبس وحاجة آخر روقان. وفاء حوارات وحمدي أخدوا قرار مصيري في حياتهم، وهو إنهم يعيشوا في تركيا، وفعلا أخدوا الإقامة ومش ناويين يرجعوا مصر تاني. وحتى وقت رحيل والده الحاج جابر ما راحش ولا حضر العزا ولا الدفنة. وفاء حوارات وحمدي بقوا من المشاهير هناك في تركيا، وبقوا أصحاب عقارات ورجال أعمال، ولما اتسأل شغال في إيه قال إنه شغال في كله، زي إعلانات ويوتيوب وتداول وبورصة وكل حاجة. حمدي حوارات قال إنه طموحه موقفش هنا، وإنه كل يوم بيحب يشترك ويغامر في مشاريع استثمارية، وعندهم بدل الشقة 2 و3، ونفسه ياخد الجنسية التركية مش بس الإقامة بس، وده لأنه نفسه يوسع في الشغل ويستثمر بشكل أكبر هو ومراته، لأنه ناوي يقعد فيها هو وأحفاده ومش راجع مصر تاني. يا ترى إيه رأيكم في لوك حمدي ووفاء الجديد؟ شاركونا في التعليقات.